في عالم مليان ملفات وملاحظات وبي دي افات ملهاش أول من آخر. السؤال هو ليه دايما بننسى احنا كتبنا ايه؟ وازاي الذكاء الصناعي بقى مش بس بيجاوب، لا بيفكرك انت قلت ايه. معاكوا الاقتصادي، ودي حكاية نوت بوك LM، التطبيق اللي جوجل عملته عشان يخلي الذكاء الصناعي سكرتيرك الشخصي. خلينا نعترف، كلنا عندنا الفولدر اللي اسمه شغل مهم، وجواه فولدر اسمه اقرا بعدين، وجواه كمان واحد اسمه بعدين. طيب لما يجي وقت البحث او الدراسة او حتى كتابة مقال، هتفتح 20 ملف، تقرأ 100 صفحة، تدور على جملة كتبتها من شهر؟ لا طبعا، انت عايز حل، والحل جاء من جوجل. جوجل عملت تطبيق اسمه النوت بوك LM. LM هنا اختصار للانجويج موديل، يعني بيعتمد على الذكاء الصناعي زي شات جي بي تي تقريبا، بس في فرق مهم جدا. شات جي بي تي ذكي جدا بس بيجاوب من معلومات عامة من الانترنت، انما نوت بوك LM لا، ده شغال عندك وبس. ترفع عليه ملفاتك، ملاحظات، مقالات، ابحاث، PDF، وورد، الخ، وهو يعمل الاتي: وغد، تاتشر، أربع. يعني لو انت طالب ورافع ابحاث في التاريخ وسألت ازاي سقطت الدولة العباسية، نوت بوك LM هيجاوبك من البحث اللي انت رفعته مش من جوجل. ولو انت صحفي كاتب تحقيق وسألت هل في تضارب مصالح في الشركات دي، التطبيق يراجع ملاحظاتك ويجاوب بناء على أدلتك انت. أول سؤال يجي في بالك، هو جوجل مش هياخد المعلومات دي؟ جوجل بتقول لا، المعلومات محفوظة جوه حسابك ومش بتتشارك مع حد. وده يخلي نوت بوك LM مناسب حتى لفرق العمل والشركات. والسعر حاليا، لكن غالبا هيبقى جزء من خدمات جوجل المدفوعة لاحقا. باختصار، جوجل عمل لك موظف ما بيغلطش وبيقرأ كل اللي كتبته وبيفكرك بيه لما تنسى. وده يخلي نوت بوك LM مش مجرد تطبيق. ده في الزمن اللي الناس فيه بتغرق في المعلومات، جوجل قررت تطلع لك تطبيق ينقذك من الغرق. مش بس بيقرأ نيابة عنك، ده بيفكرك انت كنت بتقول ايه، ولحد ما تشتغل الذكريات على الذكاء الصناعي. نوت بوك LM هو الذاكرة المؤقتة اللي عمرك ما كنت تحلم بيها. معاكم كان الاقتصادي، والسلام.